الكابتن خالد الغندور عمل فيديو مخصوص وبيدافع فيه عن الكابتن محمود الخطيب الزملكاوي اللي ما بيحبش النادي الاهلي. خالد الغندور بيدافع عن رئيس النادي الاهلي. ازاي ده يا جدعان؟ قول لنا يا كابتن محمود الخطيب في ايه بينك وبين ربنا عشان يخلي الزملكاويه يدافعوا عنك قبل الاهلاويه؟ قول لنا بتعمل ايه عشان نتعلم منك، عشان نعمل زيك يا راجل، عشان ربنا يحبنا زي ما بحبك كده يا جدع. للي ما يعرفش اللي حصل، الكابتن مدحت شلبي، وكلنا عارفين الناس لما بتكبر في السن بتخرف. الكابتن مدحت شلبي اللي بقاله 3 شهور غايب عن الشاشات عشان يبقى ترند ويرجع ترند زي الاول، يعمل ايه؟ يطلع يخبط في اللي اكبر منه، يطلع يخبط في اللي احسن منه، فطلع يخبط في الكابتن محمود الخطيب، وطلع يقول لك ان الكابتن محمود الخطيب ما سافرش مع بعثه النادي الاهلي عشان التاشيره بتاعته ما طلعتش، عشان اسباب صحيه ولا حاجه، عشان اسباب تانية، علشان كده التاشيره بتاعته بتاعت امريكا ما طلعتش، علشان كده ما عرفش يسافر مع البعثه. تخيل بقى مين اللي يدافع عن الكابتن محمود الخطيب؟ الكابتن خالد الغندور الزملكاوي يعمل فيديو مخصوص ويدافع عن الكابتن محمود الخطيب. كمان جمال جبر نزل تاشيره الكابتن محمود الخطيب اللي هيسافر بيها على امريكا. تعال اتفرج معايا وشوف حلاوه الفيديو بتاع الكابتن خالد الغندور وهو بيدافع عن الكابتن محمود الخطيب. هي دي الروح الرياضيه، هي دي الحلويات يا جدعان. اسمع وتكيف من الحلويات. وعايزين نعرف يا كابتن محمود الخطيب انت في ايه بينك وبين ربنا؟ والله اسمع كده يا غالي وشوف الصوره اللي الكابتن خالد الغندور نزلها للسته اللي كانوا مسافرين VIP الى امريكا. اسمع يا معلم. كابتن محمود الخطيب خد الفيزا قولا واحدا. خلاص، في حاجه كده انت بتقدم على الاونلاين، بتقدم اونلاين وبعد كده اونلاين بيتوافق عليك اداريا او بتترفض اداريا، وبعد كده ممكن يجي لك موافقه بعد كده. كلام هذا القبيل حصل اساسا مع النجوم في كره القدم ونجوم في الغنى وكده وبتاع، دي قصه خلاص. لكن قولا واحدا كابتن محمود الخطيب حصل على فيزا امريكا يوم 27/4 وتنتهي 20/30 22/4. طيب هنا الاهم بقى اللي انا بنفرد بيه وهنزل لكم الصوره. ما ينفعش طبعا احط رقم الحجز ورقم المعرفش ايه وكده عشان دي حاجات خاصه بالطيران يعني. خلاص، كابتن محمود الخطيب حجز. انتوا عارفين النادي الاهلي سافر ازاي؟ النادي الاهلي سافر من مصر على الامارات عن طريق الامارات ايرلاين، الطيران الاماراتي. سافروا بعثه النادي الاهلي يوم 4/6، يوم 4/6 سافرت، حتى زيزو بعد كده لحقهم. سافروا من مصر على الامارات، قعدوا ترانزيت، وسافروا من الامارات على الطيران الاماراتي دايركت على ميامي او دايركت على امريكا وخلاص يعني. اوكي، ووصلوا امريكا. طيب كابتن محمود الخطيب كان موجود معاهم في البعثه، كان موجود على طيران الامارات، يعني كان هيسافر من هنا على دبي ومع البعثه. طيب اللي بنفرد بيه كمان ان كان في 6 فقط فيرست كلاس. على فكره التذكره تتخطى الفيرست كلاس على الطيران الاماراتي لامريكا، اللي هي بتروح من هنا لدبي ومن دبي ترانزيت لامريكا دايركت، دي تتخطى ال 200,000 جنيه، يعني فوق ال 175,000 جنيه. خلاص، هقول لكم الاسامي بالترتيب. الاستاذ محمد الغزاوي كان رقم 1 في الفيرست كلاس على طيران الامارات اللي مسافر امريكا لكاس العالم للانديه. كان نمره 1 محمد الغزاوي، الاستاذ محمد الغزاوي. نمره 2 كابتن محمود الخطيب. نمره 3 عشان اتذكر كان في خالد مرتجي، طارق انديل، ريبيرو المدير الفني.